وعليكم السلام ورحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أيها الأخوة الكرام، الله تعالى خلقنا من العدم وأوجدنا من لا شيء وخلق كل شيء وسخر لنا في هذه الدنيا وشرع لنا شرائع لنتبعها. فالله تعالى هو الشارع بكلامه جل جلاله في كتابه العزيز، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. فإذا الشارع أو الشرع يؤخذ من الله ثم من الرسول صلى الله عليه وسلم. مصدر الحلال والحرام يؤخذ ممن؟ من الله جل جلاله. فالإنسان لا يتبع هواه أو لا يتبع أي مصدر التشريع فيما يخص دينه ودنياه إلا من الله جل جلاله. فلا يقول هذا حلال من عند نفسه ولا يقول ذاك حرام من عند نفسه افتراء على الله، كما أخبر جل جلاله في كتابه العزيز: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن الحلال ما حلله الله جل جلاله، والحرام ما حرمه جل جلاله، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذه الجمعة العجالة سيكون حديثنا حول الحلال والحرام من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الرسول في حديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الإسلام يدور حول 3 أحاديث، كل الإسلام بإمكانك أن تجمعه حول 3 أحاديث. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ولعن الله من يسبها ويكرهها وعلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث هذا الذي نحن عليه: الحلال بين والحرام بين. الإسلام كله يدور حول هذه 3 أحاديث. إذا ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ إذا رأينا الحديث يقول الله جل جلاله الحلال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين. ما معنى بين؟ واضح، مثل وضوح الشمس التي نراها الآن أمامنا، لا يلتبس على الاثنين. هذا الماء حلال، هل يشك الاثنين في هذا؟ أبدا. وهذا الملبس حلال، هل يشك أحدا؟ أبدا. وكذلك المأكل الذي حلله الله والمشرب وغيره من المحلل، هذا واضح لا يحتاج فيه فتوى إلى عالم. وكذلك الحرام بين واضح وضوح الشمس، مثل لحم الخنزير والخمر وأكل مال اليتيم والربا، هل يحتاج إلى فتوى أحد في هذه الأمور؟ أبدا، إلا إذا أراد أن يتحايل كما تحايل بني إسرائيل، كما أخبرنا الله جل جلاله في كتابه العزيز عن كثير من الأمور. إذا هناك حلال بين وهناك حلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هناك إنسان لا يعرف هذا حلال أم هذا حرام، يشك، لا يوجد نص واضح. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس لا يعرف هذا الشيء، هذا حلال هذا حرام. وبالمقابل المنطوق يقول لا يعلمهن كثيرا من الناس. والمقروء هناك من يعلم هذه حلال وهذا حرام. إذن الذي لا يعلم يرجع إلى من؟ للعلماء الربانيين، يسأل أهذا حلال أو هذا حرام، قبل أن يعمل أي عمل، قبل أن يتحرك خطوة عليه أن يسأل. لا يعلمهن كثير من الناس، إذن عليك أن تسأل. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعقله. إذا كل الأشياء تنقسم على إيش؟ حلال بين وحلال بين ومشتبه بين هذا وهذا. الإنسان لا يدري. من 3 أقسام هذه المشتبه فيه ترجع فيه إلى العلماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال كثير من الناس. طيب ماذا يعمل الإنسان في الأمور المتشابهة؟ ما هي الخطوات التي أعملها في حياتي اليومية؟ أنا جئت لا أعرف إن كانت هذه حلال أم حرام، ماذا علي أن أفعل؟ أن أسأل العلماء قبل أن ألمس هذه الشيء، قبل أن أستخدمها، قبل أن أكلها، قبل أن أشربها، قبل أن ألبسها، قبل أن علي أن أسأل هذا حلال عند الله أم حرام. فمن اتقى الشبهات، التقوى كثير ما نسمعها في القرآن الكريم: اتقوا الله وأطيعون، صح ولا لا؟ كثير من الآيات. والله تعالى كذلك وصف كثير بالمتقين. ما هو التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عقاب الله تعالى أو بين عذاب الله تعالى وقاية. هل لنا قوة أو جسد يقوى أن يمنع بيننا وبينه حاجزا؟ لا. بأي شيء تعمل تقوى؟ باتباع أوامر الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وباجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا التقوى تجعل بينك وبين عقاب الله أن تجعل حاجز لك بسؤال العلماء: هذا أقع فيها أم أتوقف عنه؟
فمن اتقى الشبهات ايش؟ استبرأ لدينه وعرضه. الدين معروف، الذي نريد به الله تعالى ونتعبد الله تعالى ويأجرنا أو إن أخطأنا يعاقبنا عليه. طيب العرض ايش دخل في هذا الموضوع؟ الإنسان إذا كان مشهود له بالصلاح ومشهود له باستقامة، إذا رأيته يمشي في شارع مشتبه به أو في طريق مشتبه به، طريق يعصى به الله تعالى، ماذا تظن نفسك أنت؟ أن هذا الشخص ربما كان كذا، فيبدأ الناس يتكلم في نفسه ويتكلم في أهله ويتكلم في ذريته، لم يستبرئ لدينه وعرضه، فجعل الناس يتكلم. فأنت أبتعد عن الشبهات، حتى ولو كنت أنت لم تقع حتى الطريقة التي تمشي فيها، فابتعدوا عنه. لماذا؟ حتى لا يتكلم الناس عن هذا الموضوع. استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات ومن دار حول الشبهات وقع في ايش؟ في الحرام. لماذا؟ شبه الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا في القرآن، ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا قرية مطمئنة، كثير من الآيات يضرب الله تعالى لنا المثل. لماذا؟ حتى يتقرب إلى الذهن الإنسان، حتى يتصوره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثل هنا. فمن يدور حول الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى. تخيل هناك في حديقة محمية بسور أو شيء، أو ممنوع أن تدخلها الحيوانات، فإذا أنت معك أصحاب الغنم والبقر يدوروا حولها، ماذا سيحدث؟ لابد أحد الأغنام ستتجه إلى تلك الحديقة وتأكل وتعرضك للعقاب. فكذلك من يدور حول الشبهات، يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتصور، ومن يدور حول الشبهات سيقع ما لا شك فيه في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. ألا إن لكل ملك حمى. هذا تصور لكل ملك حمى. في مجتمع السابق، مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ملك كان له أرض خاصة لا يقربها أحد، تأكلها فقط ماشيته. فلذلك يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل، يعني لكل ملك حمى، أي لكل منطقة أو لكل دولة أو لكل حكومة لها مناطق تمنع للناس فيها. ألا إن حمى الله محارمه. وحدود التي لا تقربها في شرع الله هي التي حرمها الله جل جلاله، أو حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. وبعد ذلك كل هذا الشيء ربطه الرسول صلى الله عليه وسلم بأهم عضو في جسدنا. ألا إن في الجسد مضغة، قطعة اللحم صغيرة في كل إنسان جسد يوجد لديه، لا يمكن أن يعيش بدون هذه القطعة، لا يمكن أن يكون في الحياة بدون هذه. ألا إن في الجسد مضغة، هذه القطعة اللحم صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه القطعة اللحم الصغيرة إذا صلحت. إذا كل أعضاء جسمك، الإيمان أين يكون؟ في هذه القطعة اللحم، في القلب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك القلب كثيرا في الآيات الله تعالى يخاطب: أفلم تكن لهم قلوب إيش؟ يعقلون بها. إذا القلب إذا صلحت صلح كل سائر عمل، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا فسد الجسد كله مسير آخر يكون إيش؟ أعاذنا الله إياكم إلى النار. ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح هذه المضغة في أجسادنا لتكون لنا قائدة إلى صلاح الجسد كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إذا حديث ذلك نفس احنا نقوله زعما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب بله إذا صرت فيني كم بروفيشنال تراو ما هيكونه أنت ما تطرح بصح السلمة قدام ينقر منيو حدا نقر حلال قانون حرام قانون قلت لنا من الله جل جلاله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم إذي مسرته ونقر موزدون حلال من حرام كابك خونا له كالقرآن ويدما كاب سنة كاب كان بتنسى نهواه يكون ناي يكون يكون حق كتاب نفسها أو هاي ما نتكا ويردينك تقوبل يتغير إذن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت سنة الحجي حلال كابونه كاب الله المستد حرام كاب الله المستد أنا الرسول صلى الله عليه وسلم لازم أجدز ممرحي منهج تبعي تسوع يقال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم السوخة أنتاي إذا حديث فيها الحلال بين والحرام بين غير أقوى إلو إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى اسلمنا كله تغليل تاخذ قضيه خاب ثلاث حديثات حديث عمر بن الخطاب التي انما الاعمال بالنيات بيتم بدس خبر المخالف بخصوص راحه كان حديث عائشه بخانه يكون نجار كاب رسول كاب الله عليه مسعد فهو رب كاب حنقول نمصو نبغوسي بيقولوا رب سبحانه وتعالى ايوانه ساسا حديث قال لنا حديث انما الحلال بين والحرام بين إذا حرام بتعمل جلوس كم بصحة يقوله بسبب أراك وأنا جرا قالوا كم ما يمستان كم كلام مدان كم بلاد وأنا جرا ما كم قدماني حرام وأنا قال جلوس فتوى اللي كان شخص تحت له الله السخاني كم خمر يقول ويلزم مستوى وريبا حرقة مبلغ كان أكل جرا له فتوى اللي كان تحت جينا من قوم الله دنت أراك وأنا جرا كم حلال يوم ويكم حرام كذا بزحات هسبها يفتووني إلى ما تصعد. إذا هل بزحات بلي فتوى خيرهم بالمقابل أنت الله مالتي دفتوى خالله بزحات مالتي. سلذي خا أبتديت فتوى بدايات بمسكة أبدينك. نمنها هم الله ذلك نبتم دفتوى علماء تبهيلهم. هي بحق ما قدهم في زمن دخلوا بتلفتوى صراحة يصرحوا نعم كيف كانوا مليسكاب ما حد صراحة كابتليت فتوى نجار زان قدر يأخذ بدل ينتهي بالربنا وينتهي بالرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى الله. سلذي حدث من دحر لها نتي دينه كحفظه كم أول سمعة وكا كبرت ناكل حل تدليو قد ما حدا نجم القارئ كحد ثاني حدث المستعير حتى المستعير الأخرين تعيس بالبهات ما قد يحيز الخير بالبهات سب أسلامي تعيس بهاي الصوع أبحماء وتاخذ الكبتر يخايو ترجيها كم دعنا نستدلو وإن كان حماء نقدر نسرح له أنت داري خايو تاخذ بدي خايو أنت هم توصل تعيد دينا بلد تاخذ تجارب سعادة سبلة كم قلعة مليسو نمن تاك الزارو أب كبرتك عدل هيك هاي مالك سلازم خا أب حماء وتاخذ الكبير لك أب تناي ترتر له وتا كم وانت حماء صراحة جيت فترة قلت ما مسك هذا المال كنت حاطط على كان عمان أبطل علماء مليسك رب انتهي لذي ورسول صلى الله عليه وسلم إن حالة النجار زي كان لذي هاي مالك ودينك بصبوك يا كحس كاي لها أغنيها كم وان كبرتك حالي لها كبرتنا كاي يكون نبي كسب كان يصدقها نيلك كبرت حب الله مالك جنك أبتيناي متأرى ترد الله وبتان لحد خالد البنك ناي بيتني حدا معاتي أبتني حرام مخنياتو لازم نجرزي بالسالي فأقولنا خلوا صلى الله عليه وسلم أنت يوم حدا حلاو كابتن بحرام لي وخير أمور أكل كل بوتان عند حدا قريب وأنت كابتن أفتاك خون حدا حن خباتك كيدا كتبلع عند حدا بلع خبخات كلمة خاخذ صاعي مالتيو كتحازي تعودون ويكاني نايت بيقدر فوق نجتا خاف لي مالتي كم أخا أنا حدا سببتناي ترتر له نجر بحب يخلل كوي يخلل جزية حدا مع تناي بدل يخون أبدا حرام قوته صباح البخار ما صعد ربي هو الدغي مالتي سلازي حدا سبنا تبينه كم متن العادي إتحالا بخون فريتو فضل له إتحالا بخون فريتو كاو غير حق له أبتدى تراتر كان نفتم علماء بفلت دبها بخانق من نسانه كم هو إلى رسول صلى الله عليه وسلم نجر زيز دحلو تاي أب نفسها دلو حنتي ليش ليس قال لا وش نفسها السان حدات عيا كل نفسها تعينه السان حدا حمها كل نفسها حم أب حمها نقدر تقول السخاء أنت عينه طالب بيها أنت دارينا يا القرآن بزح بزي بزعبال المخزار كله أفلم تكن لهم قلوب يعلمون قلب ده يقول لهم يوم نتنجد ردوه إلى رب حاجة إنها لا تعمل
أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عيني كون دعور انتهي داني تلبي أتعور نتحكي لي فيه. سلازي كم تلعب أمثلة نقول إحنا كي ربنا أنت تبلش لنا كل جزء نبتم علماء أبتدأ ترى تبقى نقول أبتقنع نتصور بروح بخنا دماني معه فريقنا نايدين كتلا لنا إذا حرام بخنا قال نتصور بروح بخنا فريقنا دماني كوه قال لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم علمنا في ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.